السلام عليكم. كستور يا سيادنا. بسم الله الرحمن الرحيم. هو بادئ زبيد. اهلا وسهلا بحضراتكم. بقول اللي قاعد يقف واللي واقف يقعد واللي مش مركز يركز واللي كان بيحاول يقول له ارجع لينا بسرعه. اخيرا بعد عناء شديد وحكومه لازم تصرخ في ودانها 1000 مره. الوحيد اللي هيجاوبنا على الاسئله دي في حلقتنا دي في مكاننا الجميل اللي احنا فيه ده استاذ خميس الباقي. احنا بنقابل حضراتكم النهارده في منتج احنا اشتهرنا بيه جدا والحمد لله محقق معانا نجاح كبير جدا، واصل النجاح ده في الجوده. الله دي تقيله قوي. دي البطانيه. البطاطين وصلت يا رجاله. وبعيد عن كل الناس، ايه البطانيه اللي معانا الاول؟ شوف البطانيه عامله ازاي يا اولاد، حاجه الاسكا خالص. لا كلام اقول بطانيه وعرضه موضوع جامد جدا. يقول لك عايزينها بطانيه تقيله، احنا عملنا حاجه لطيفه جدا. لو جبنا بطانيه يا استاذ محمد وجبنا بطانيه ثانيه وخيطناهم الاثنين في بعض، تفتكروا ان ده هيدينا ايه؟ بطانيه بجد، وبطانيه تقيله وطبقتين تقال، بطانيتين في بعض يدفوا حلوه قوي. والله من النوع المعتبر ده حاجه، وعليه شغل وثلاث خمسات وحاجات كده وبتاع وكلام من ده. 38 جنيه. طب هنعمل ايه تاني؟ انا مش عارف نعمل ايه تاني، انت عملت كل حاجه. اخواتكم المصريين 7 طن ملابس مستعمله، استعمال خارج يعني هيبقى استعمال نظيف، غير طن بطاطين اطنان ملابس قديمه وبعض الاخوه الخليجيين راحوا كل واحد من نفسه بمبادره كده، راح دي اتش ال يقول له انا عايز ابعت ده مصر. كتر خيركم، احنا بنشكر اخواتنا واهالينا اللي بره اللي فكروا في اخواتهم في مصر واللي استجابوا لدعواتنا وحسوا بالناس وقرروا انهم يكرموهم بشويه دفى. يلا ربنا يدي حضراتكم الصحه وطولة العمر ويبعد عنكم كل شر. الطاقيه دي صوم زي ما قلت لحضراتكم، وادي البطانيه اهي، واللي جوه البيوت ممكن يلبسوا نفس اللبس ده، مع وعد بمزيد من المنتجات الجيده والاسعار الجيده. شكرا لحضراتكم. على رأي الشاعر: رب قوم ذهبوا إلى قوم ولكن القوم الأولانيين لما ذهبوا للقوم التانيين ما لقوهمش، خدوا تاكسي ورجعوا تاني.